صباح الورد او مساء الورد على حسب بقى ما بتتابعوني وبتشوفوني في الوقت اللي بتشوفوني فيه. وحشتوني قوي 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 قد الدنيا كلها. ربنا يخليكم ليا يا رب ودايما جنبي ومعايا. انتوا مصدر سعادة ليا بجد والله. بحب دايما انزل فيديوهات عشان اتواصل معاكم وتدعوا لي دعوات حلوة كده. وبجد احساس حلو قوي يا جماعة لما حد يحبك من غير ما يشوفك، يعني من غير ما يتعامل معاك قصدي. هو بس كله تعامله معاك من ورا شاشة بس. بس هو ربنا جعل في وشك القبول، فتلاقي اللي حواليك حبوك. في اي مكان بتروحه، مش شرط بس على السوشيال ميديا، لا، في اي مكان عامة. احساس حلو قوي ان ربنا يجعل في وشك القبول بين الناس. ان الناس تحبك، ان الناس تدعيلك دعوة حلوة. ان برغم ان في حاجات كتير بتبقى حوالينا مش عاجبانا او بتضايقنا او ظروف مش حلوة او كده، بس بتلاقي اللي يطيب على خاطرك بكلام انت فعلا فعلا محتاجه. يعني انت من جواك محتاج فعلا تسمع اللي يطيب على خاطرك واللي يدعيلك دعوة حلوة ويقولك انا موجود، انا معاك، مش هسيبك. تلاقي ربنا كده بيبعتلك رسائل حلوة وببعتلك ناس نضيفة. ناس كده سبحان الله، يعني بيبقى على هيئة كده حاجات كده، وردات حلوة. شفت الورد الجميل ابو ريحة حلوة ده؟ هما بيبقوا عاملين كده زي الورد البلدي والفل البلدي. بجد هما بيبقوا كده مصدر سعادة لينا، فربنا يا رب دايما كده يخليهم لينا. وبصراحة انا حابة قوي في الفيديوهات بتاعتي ان انا اقعد افضفض معاكم واتكلم معاكم. يعني مش هقعد بقى ايه اقول لكم انا هنا مسحت الدولاب وهنا مش عارفه ايه. لا يعني بصوا احنا بقينا، يعني لا، انا عايزه اقعد اتكلم معاكم وافضفض معاكم، اقول لكم على اللي جوايا. يعني هو دوت بقى، يعني هو ده اللي انا عايزه اتكلم معاكم فيه، يعني اتكلم معاكم في اي حاجه. بصوا الريحه عامله ازاي. طبعا عايزه اقول لكم كل دوت بقى، فورت ونضفت وعملت كل حاجه. آه، شكرا للناس اللي حوالينا بلا سبب آه، ولا طلب، يعني هم بس كده عايزيننا نشوفنا فرحانين. احساس حلو قوي لما تبقى فتح بس في اي مكان والموجودين يقولوا لك لو انت مكشر يقولك انت مكشر ليه؟ فين الضحكة الحلوة بتاعتك؟ فين الضحكة اللي دايما مش بتفارق وشك؟ ف فانا عايزه اقول لكم ان الكلام دوت بيفرحني جدا. بيفرحني ان انا ببقى مصدر سعاده للناس بجد والله. يعني الحمد لله انا مبسوطه وبدعي ربنا دايما يا رب يجعل في وشي القبول بين الناس، ويا رب يحبب فيا الناس اكتر واكتر وابقى لساني حلو. يا رب يجعل لساني حلو بين الناس. اعرف ارد حلو على الناس. يعني حقيقي على فكرة من الارزاق الحلوة ان ربنا يجعل في لسانك ازاي تتكلمي حلو، ازاي الناس تحبك، يجعل في لسانك كده ال الكلام الحلو، الكلام الزين، الكلام اللي يكبر خواطر الناس. الحمد لله الحمد لله. ربنا دايما عالم بينا وبقلوبنا وحاسس بينا. وعايزه اقولك ممكن تبقي مخنوقه وزهقانه وبصي فيكي زهق الدنيا كله، وممكن تبقي عماله تعيطي، بس ربنا كده يروح باعتلك يعني شخص آه يعني ينسيكي الهم ويطيب على خاطرك. آه يعني بجد دي من الارزاق الحلوه قوي على فكره. والفلوس طبعا من الارزاق الجميله جدا طبعا. هي مصدر سعاده للناس كلها على فكره، يعني بلا شك طبعا. يعني بس راحة البال برضو، بس برضو راحة البال حلوة ان انت تبقى قاعد برضو في بيتك مستور وسط اهلك وسط ناسك. بصراحة برضو دي من الارزاق الحلوة. مش شرط الرزق بس فلوس. زمان بصراحة كنت بفتكر ان الرزق بس فلوس،
لما عشان هقول لكم انا ليه كنت ربطها بكده. لان مثلا ماما مثلا وبابا رايح الشغل، تقول له روح ربنا يرزقك. فانا افتكر بقى ربنا يرزقه عشان يديله فلوس، يعني ربنا يبعت له الفلوس، هو الرزق كده. فما كنتش اعرف بقى بصراحة ان الرزق ده لا، ممكن يبقى على هيئة ان ربنا يبعت لك ناس حلوة. يعني مش شرط بقى يبقى الرزق دوت فلوس، لا ممكن يبقى ناس كويسين، ممكن ناس ترد غيبتك، ممكن اللهم صل على النبي، حاجات كتير. يعني الرزق حاجات كتير، مش البركة في البيت، ان عيالك بصحتهم كويسة. في ناس تانية والله العظيم الواحد بيحمد الله على اللي هو فيه، اقسم بالله في ناس تانية الواحد يعني بيشوف حاجات كده، فالحمد لله. ربنا يا رب يديم علينا نعمته ونعمة الصحة والستر وراحة البال يا رب، ويكفينا شر اي حاجة وحشة احنا واولادنا، ويصلح حالنا وحال المسلمين اجمعين يا رب، ويكفينا شر فوجع الاقدار، ويبارك لي في امي يا رب، ويشفيها هي واختي، ويشفي كل مريض يا رب العالمين، ويهديني ويصلح حالي واحوالي، ويخلي لساني دايما حلو للناس وبين الناس، ويجعل سيرتي دايما طيبة بين الناس يا رب. والحمد لله الحمد لله دايما سيرتي طيبة الحمد لله. لان كذا حد والله قال لي، والله انا مش بمجد في نفسي يعني، على فكرة انا يعني البني ادم اصلا كله عيوب، بس بيقولك وسيماهم على وجوههم. كذا مرة والله حد يكتب لي التعليق ده، فبفرح جدا على فكرة والله. بس انا عايزة اقولكوا على حاجة، هيئتي وشكلي كده وانا لما بفتح اللايف وكده، وضحكتي كده وطريقتي في الكلام اشبه بابا كتير. وماما ست طيبة جدا على فكرة، وحنينة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. بس بابا بابا دايما كانت البسمة على وشه على طول، حتى هو تعبان كان دايما يضحك. آه، يمكن البسمة فرقته شوية يعني لما كبر حبيب قلبي وقلبه كان تعبان وكده. هو ده بس الوقت اللي بابا كانت البسمة ما بقتش زي الأول يعني. كان التعب وحش، المرض وحش، المرض ده يعني ربنا يكفينا شر المرض بجد والله. ربنا ما يكتب المرض على حد أبدا يا رب، لا قريب ولا بعيد ولا حبيب ولا عدو، ولا ما يكتبوش على حد أبدا يا رب. المرض وحش بجد والله العظيم يعني، بس هو بيبقى اختبار من ربنا كده يعني الحمد لله الحمد لله على كل حاجة. وربنا يرحم أبويا يا رب، ويرحم أموات المسلمين أجمعين يا رب كده، ويصلح حالنا جميعا وأحوالنا، واسترها معانا في الدنيا وفي الآخرة بحق جاه النبي محمد يا رب العالمين. عايزة أقولك أنا كنت هنا رتبت الأوضة خالص وخليتها زي الفل. وكده خلاص خلصت الأوضة بتاعتي كده خالص. عملت لهم بقى مكرونة بصراحة النهاردة، عملت لهم مكرونة بالصلصة وكفتة وبطاطس محمرة. وطبعا شلت المفرش دوت لان هغسله بقى لانه متبهدل خالص. هنا بقى عملت لهم بطاطس ومكرونة وكفتة كده، غدا كده خفيف. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يعجبكم، متنسوش اللايك.